السلام عليكم، مرحبا بكم. أنا فولا غاطو، نرحب بجميع مشتركي القناة القدامى والجدد. نشكركم جزيل الشكر لدعمكم لهذه القناة. هذه القناة التي هي في طور النمو والحمد لله، وإنما الفضل في ذلك يرجع لكم بعد الله سبحانه وتعالى. نتمنى توصلوا الدعم لها بنشر كل ما أقدمه مع أحبابكم وأصحابكم. اليوم يا الحبيبات يا العميرات يا فتياتنا الجزائريات يا الفحلات، جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية، واللي هي وصفة القطايف. طبعا ما كانش بيت جزائري ما يحبش القطايف وما يخدمش القطايف يكونوا بنان وملاح كي يكونوا مخدومين بالطريقة الصحيحة. انا هنايا راح اخدمهم لواحد الاخت تقدمهم في السهرة نتاع العرس نتاعها 180 حبة. رايحه نقدم لكم، نترك لكم في صندوق الوصف كل المقادير اللي استهلكتهم لي هذه 180 حبة باذن الله. طبعا انا نحبهم بالجوز واللوز. القطايف جوز ولوز لا منازع في الذوق، لكن هادو بالكاوكاو كل انسان ومقدوره. نبدا الوصفه على بركه الله. هنايا عندنا 3 كيلات كاوكاو مع كيلة الا ربع سكر. هنايا عندنا كيلو واحد كيلوغرام من الفول السوداني او الكاوكاو. طبعا يكون مرحي خشين شويه نتاع البقلاوه كيما راكم تشوفوا. نخلطوا السكر مع الكاوكاو ما يكونش كامل بدون قشر، فيه شويه القشور باش يجي خفيف شويه. نزيدوا له ملعقه من الفانيلا. نخلطوا مليح المقادير، ندخلوها في بعضها. هنايا يا اخواتي الكاوكاو هذا كيلوغرام راح نحط له نص كاس من السمن. هذا بمعدل ملعقة سمن لكل 200 غرام من الفول السوداني. كل 200 غرام من الكاوكاو تديلك مغرفة كبيرة من السمن. السمن ماشي المارغرين. ندخلو مليح السمن هذاك في الفول السوداني او الكاوكاو. هذا الكيلو غرام رايح يعطينا 66 حبة، نوزنوهم بوزن 20 غرام. طبعا موراها نجمعوا هذاك الفول السوداني بماء الزهر. طبعا نخليوه ما يكونش مخليوهش ناشف، لازم نشمخوه مليح. شوفوا كي ديروا الكره هكذا وتلقوها تلقاوها مشمخه. طبعا ورايح يشرب الفول السوداني او يشرب ماشي كيما اللوز والجوز. نجيبوا القطايف نتاعنا طبعا اللي نخيروا النوعيه المليحه اللي كيما تشوفوها كيما خصلات الشعر. هذه هي المليحه. هذاك اللي يجيو مفتتين ما يجيوش ملاح يا البنات، يطيحوا لكم كي تسقيوهم بالعسل. نحطوا لهم السمن مليح. هذا كيما راكم تشوفوا ال 500 غرام هذه نتاعها تدي كتر من نصف كاس، على الاقل نصف كاس من السمن. الكاس نتاع 240 مليلتر. ندخلوا مليح السمن هذاك ونزيدوا نبخوهم شويه بماء الزهر، ما كتروش ماء الزهر. ومن غرفه نتاع الفانيلا ندخلوها قباله في القطايف هذوك. ومن بعد نجيبوا حبه من وزناها بوزن 20 غرام من الحشو ونلفوها كما شفتوا ونحطوها في المول. طبعا المول لازم نكونوا فرغنا فيه شويه، حطينا فيه شويه قطايف من تحت قبل ما نحطوا اللفه هذيك اللي دورنا عليها الحشو. علاش؟ باش الحشو ديالنا ما تقيسوش الحديد هذاك، ما يبسش ما يتحرقش. فهمتوني يا البنات؟ نجيبوا اللفه نحطوا الكعبوره هذيك او الكوريه هذيك اللي فيها 20 غرام، نغطيوها مليح ونتكاو عليها بالكأس باش تشد الشكل. الأحسن ليمون للقطايف هو اللي راكم تشوفوا في الصورة نتاع الكعكات. يا البنات يبسوا لكم الحشو، اديوها مني نصيحة، شريو هادو خاصة اللي كيخدموا الطلبيات.
هادو هما المخيرين. الحبه تجي كبيره وتجي باهيه. اللفه هذه نتاع 500 غرام تعطيكم 24 حبه، 24 حبه. مور لا نخدموا القطايف نتاعنا طبعا نعاودوا نسقيوهم مليح بالسمن، نكثروا لهم السمن حطينا نص كاس كي فسخناهم، ودلوق نزيدوا نعاودوا نسقيوهم من جديد. علاش؟ باش يجيو حمرين ويجيو مقرمشين، ما يرطبولكمش مهما يطولوا. ندخلوهم للفور نخليوهم حتى يحمروا. طبعا باش نعرفوا اسكو طابوا ولا ما طابوش ندخلوا حلموس ونهزوها نشوفوها. لا لقيناهم حمروا نعاودوا نجبدوهم نطيبوهم من الاسفل على 180 درجه حسب الفرن اللي عندكم، ومن الاعلى نزيدوا نحمروهم شويه ونجبدوهم. ما تخليوهمش يحمروا بزاف باش ما يبسلكمش الحشو، خاصه كي يكون الفول السوداني. الفول السوداني راهو يبس ماشي كيما اللوز يا البنات. داكور. نفرغوهم في السنيوه، نجيبوا العسل نتاعنا طبعا وهما سخونين، العسل يكون بارد، ونحطوا لهم العسل نسقيوهم مليح بالعسل طبعا، ونخليوهم ان بون مومون باش يشربوا العسل، خاصه كي يكون الحشو من الفول السوداني. الفول السوداني راهو يختلف في التحضير ديالو على اللوز. هو يشرب بزاف السوائل باش يجي بنين. كون يجي ناشف ما رايحش يجي بنين. تخليوهم يطولوا شويه يشربوا مليح، نعاودوا نحطوهم يكطروا شويه كما راكم تشوفوا، لكن ما تكطروهمش بزاف. ما ملاحش القطايف يكطروا بزاف، كون يكطروا بزاف راهم يجيو ناشفين. داكور البنات. نجيبوا لي كيسات نتاعنا نخملوهم ومن بعد نديروا لهم التزيين. واش نوصيكم البنات كي تعودوا تخدموا فيهم ركزوا مليح على السمن، حطوا لهم السمن وخيروا السمن النوعيه المليحه. انا وهنايا استعملت المرجان، النوعيه المليحه تعطيهم الذوق المليح، وجامي تخدموهم بلا مارغرين باش يجيوكم بنان ويطولوا ويقعدوا مقرمشين. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الكيفيه. طبعا كيلوغرام من الكاوكاو يخرج لكم 66 حبة بوزن 20 غرام. الربطة نتاع 500 غرام هذه تعطيكم 24 حبة. انتم طلعوا حسابكم. انا هنايا خدمت 180 دات لي 6 شكاير من ونصف من وزن 500 غرام و3 كيلو من الفول السوداني. طبعا التزيين الاخت قالت لك انا نسحقو تزيين بسيط. التزيين البسيط هذا شويه فروي كونفي او لي سوريز كونفيت عفوا، شويه بيستاش مطحون وفقط. وكانت الكيفيه جميله ما شاء الله. طبعا 180 حبه دات لي تقريبا 10 كيلوغرام من العسل. نتمنى ان شاء الله الكيفيه عجبتكم. كما راكم تشوفوا منظر جميل يشهي ما شاء الله. جزاكم الله كل خير لانكم اتقنتم الاصغاء لي. ربي يوفقني ويوفقكم جميعا الى كل عمل خير. اتمنى ان شاء الله تكونوا الوصفه عجبتكم وتدعموني بتعليقاتكم الجميله والجامات، وتنشروا لي القناة مع أحبابكم وأصحابكم. وجزاكم الله كل خير. نلتقي في وصفة أخرى بإذن الله. قناة تستحق الدعم فلا تنسوني من ذلك، وأجركم على الله. والسلام عليكم.